يا سندريلا، حد فيكم سأل نفسه قبل كده ايه السر اللي بيخلي البشرة تنور فجأة وتبقى زي الحرير من غير مجهود؟ النهاردة أنا جايبالك أو جايبالكم القنبلة الموقوتة. المكون اللي في إيدي ده هو العدو الأول لأي بقع أو غمقان في جسمك. مش هقول لكم كلام نظري، أنا هخليكي تشوفي السحر ده بعينك. الخلطة المستحيلة اللي هتخلي جسمك ده مراية، ميكس غريب لونه يخض بس مفعوله يجنن من غير رغي كتير. لو عايزة تعرفي ايه اللي هيخليك عروسة من أول دهنة كملي الفيديو للآخر. أهلا وسهلا بيكم في قناة وصفة مع سهر. النهاردة معانا الماسك الجبار ده، قنبلة تفتيح موقوتة، حلو جدا. يلا نشوف الوصفة هتتعمل ازاي. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو أول مرة تشوفيني يا ريت تعملي أو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتنزلي تاخدي لفة في حاجات كتيرة أنا متأكدة إنها تعجبك. ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين، بصوا فرق الماسك ده جبار تحفة جدا. عايزة أقول لكم مكوناته جميلة كمان جدا جدا، حلو قوي. الماسك ده كمان مبني على مكونين أساسيين لازم يكونوا معانا، هو النيلة الزرقاء ومعانا كمان صابون الدف. صابون الدف انا بجيبها وببشرها وبخليها عندي لاني بشتغل بيها زي ما انتوا شايفين كده. هناخد معلقة منها وتعالوا نقول فوائدها. صابون الدف مش مجرد صابونة عادية، هي بتغير أو بتعتبر قالب كريم مرطب، وده اللي بيميزها عن أي صابونة. كمان هي مرطب عميق، بتحتوي على ربع كريم مرطب، فبتحافظ على رطوبة الجلد ومش بتنشفه زي الصابونة العادية. كمان الحفاظ على أو بتحافظ على الزيوت الطبيعية اللي في البشرة، مش بتشيل الزيوت المفيدة من البشرة، فبتسيب الجلد ناعم زي الحرير. وكمان بيبقى مترطب. زي ما انتوا شايفين أنا خدت معلقة من صابون الدف وحطيت عليها معلقتين لبن طبيعي، تمام، سخنين. ممكن تستغني عن اللبن وتحطي مية سخنة وهنضربهم كويس جدا. كمان عايزة أقولك إن هي مناسبة للبشرة الحساسة جدا ولطيفة جدا وبتساعد على تهدئة أنا البشرة. كمان النيلة الزرقاء دي هي البطل في عملية التفتيح. فوائدها مذهلة، بتفتح تفتيح فوري، بتساعد بشكل فعال جدا في تفتيح لون البشرة والتخلص من التصبغات الناتجة عن الشمس. كمان بتوحد لون الجسم، ممتازة للأماكن الداكنة زي الركب والأكواع. وكمان بتوحد لون الجلد كله زي منطقة البكيني والأندر أرم. كمان بتشد البشرة وبتساعد في تقليل الترهلات البسيطة. وكمان بتدي نضارة فورية، بتدي لمعة ونضارة للبشرة، بتخليكي تحسي إنك لسه خارجة من أحسن حمام مغربي. كمان إحنا حطينا إيه بقى؟ حطينا معلقة من النيلة الزرقاء، وبعدين معلقة من اللبن البودر، وبعدين معلقة من النشا، دمجناهم كلهم مع بعض زي ما انتوا شايفين. طبعا النيلة الزرقاء بتيجي حجر كده، عايزة اقول لكم معمولة كلها او كلها مخدومة بمية الورد، ريحتها جبارة جدا. معانا كمان مكون قوي جدا اللي هي زي ما انتوا شايفين الحنة البيضة بقى، دي هي الجوكر في عالم التجميل، خصوصا لو بنعمل خلطات العرايس. هي مسمار الأمان في أي وصفة تفتيح لأن مفعولها هادي بس نتيجتها جبارة. كمان بتفتح الأماكن الغامقة، بتشيل الغمقان وتوحد لون الجسم ببراعة. صنفرة طبيعية، بتشيل طبقات الجلد الميت من غير ما تجرح البشرة. كمان بتساعد في تضييق المسام. زي ما انتوا شايفين حطيت برضو معلقة دمجت الخليط كله مع بعض زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى كريمي، حاجة خرافة جدا، حلوة قوي. طبعًا هنحطه على بشرة نضيفة زي ما أنتم شايفين. عايزة أقول لِك بقى الميكس ده ليه قنبلة، الفكرة كلها في التوازن. النيلة الزرقا قوية جدًا في التفتيح والتنظيف، وصابون الضف بتدي الترطيب والنعومة. لما بتحطيهم مع بعض بتفتحي بشرتك من غير ما تعرضيها للجفاف، والنتيجة بتبان من أول استخدام. زي ما أنتم شايفين، بصوا نتيجتها حلوة جدًا. أنا سِبته نُص ساعة لحد ما نشف، وبعد كده وأنا تحت المَيّة وأنا باغسله عملته بحركات دائرية
زي ما انتوا شايفين. بصوا جميلة جدا، ريحة الماسك ده روعة. وبعدين بيقعد عندك، ممكن ما تحطهوش كمان في التلاجة، بتستخدميه مرة أو مرتين في الأسبوع. ادي لنفسك نص ساعة دلع مع الخلطة دي، وادعيلي على النعومة والتفتيح اللي هتشوفيه. يا سندريلا، الجمال مش محتاج ميزانية، محتاج بس تشغلي دماغك وتعرفي السر صح. ما تنسيش اللايك والفولو عشان لسه اللي جاي أقوى. زي ما انتوا شايفين وصفتنا جبارة، أتمنى تجربيها بجد وتقولي لي رأيك في الكومنتات، وتقولي لي بتتابعيني من أنهي بلد. وبجد الوصفة دي هتدعي لي عليها. ويا ريت ما تنسيش زي ما قلنا تاخدي لفة في القناة. وبعد كده بعد ما تشطفي ايدك ترطبي كويس جدا. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.